يلا السلام عليكم. معاكم مطبخ اسماعيل. بصوا ده يا جماعه، دي بسارية اللي هي البسارية الرفيعه دي. تمام كده. انا مقطع بطاطسايه رفيع جدا، ترنشات رفيعه جدا كمان، والطماطم واخد بالك، وشويه خضره زي خيرة بقدونس او كزبره او شبت ايا كان، مع فصين توم. تمام. انا حطيت الزيت وحطيت البطاطس الاول. هبدا ارصها كده. في ناس عايزه ترصها ترصها، مش عايزه ترصها زي ما اعمل كده بالظبط اعمله. هتبقى حاجه عشوائي كده. طبعا عشان هي رفيعه هتاخد وقت معاكم. تمام. فهي متشكله اهي اهي اهي. بايديا الاتنين ده شغال. هو انت ليه مش حاطط طماطم تحت؟ لا، طماطم من على الوش بس. دي لا هتاخد زيت ولا تاخد حاجه، لان البسله معروفه ان هي بتاكل زيت. في منها كبيره وفي منها رفيعه تشكيله. لا بس دي اهي كبيره وشكلها حلو. اهي. بس شكلها حلو وكبيره ازاي؟ على فكره يا جماعه انا برصها عشوائي، يعني مش ممكن افردها كلها مره واحده كده لانها رفيعه. طبعا مش هنتفزلك فيها انا. تمام. اهي اهي. بس عايز اقول لكم تحفه تحفه. طبعا البطاطس انا مقطعها يعني، يعني شرايح كده ايه رفيعه جدا، عشان طبعا البسله مش هتاخد وقت. عامه السمك في الفرن ما بياخدش وقت، فلازم البطاطس تحتيه تكون ايه، ما تكونش ايه يعني مثلا ايه سميكه شويه ولا حاجه، لا. اهي ادي اتنين عشان انت اهو. اساسا لما بتشوفوا البطاطس، اول ما تلاقوا البطاطس استوت يبقى هي استوت. تحطوها بقى في الشوايه تحمر وخلاص. بس خلي بالك. وحطوا لايكات كتير ووصلوا الفيديو ده البسله دي 1000. 1000 لايك. بسر... 10,000. البسارية دي متدلعة وعاملة نفسها بوري أو شخورة أو حاجة. احلى فهمت؟ منها. والله العظيم اقسم ايه؟ بالله احلى منها، عاملة اقسمت نفسها بالله. حاجة كبيرة، بصوا يا تصدق؟ جماعه الملح اهو بتاع عليها. اه. عشان نقوله زيت ونقوله كذا، لا لا لا، تاخد وقت معانا. وده الكمون اهو من على الوش. وبابريكا. يلا. لا حوالي نص كيلو. اي بهارات عندك حطها. تمام. اخد الطماطم، اقول الطماطم ايه زي ما تيجي معاك الطماطم بشكل كده كده اهو. اسهل طريقه لعمليه ايه صينيه البسارية او السردين. وعلى فكره السردين الاكبر منها اللي هو البلدي بتتعمل بيتعمل بنفس بنفس الطريقه الطريقة؟ ديت. طبعا السردين في وقت اللي انا ممكن ارصه احسن من كده يعني عشان هي كبيره، انما الرفيعه يعني دي. هي والسردين بيتعملوا بنفس الطريقة؟ اه. وبعدين في نقطه تانية هنا، لما بتتنضف البسريه يا دوبك بتنزع الراس كده بتطلع معاكي ايه اللي هي البطن البطن. بتاعته عباره زي الخيط كده. على فكرة يا جماعة احنا قاطعين الراس بتاعته. امسك واحدة كده وورينا الراس بتاعته مقطوعة ازاي. ايه. متنضفة الراس مقطوعة. بتطلع بس ايه بالبطن بتاعته يعني. اللي ملهاش لازمة يعني ان احنا نخلوها. طبعا انا معايا شويه طماطم كده مقطعهم، مش هقول طرنشات ولا كده لا. دي الطماطم بقى، الطماطم هتديله طعم، وفي نفس الوقت الميه بتاعت الطماطم مع الخضره مع البطاطس هتدي طعم البطاطس. والله بتبقى تحفه 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 كده. اهي اهي. وصينيه سهله جدا على فكره، تكاليفها مش هتكمل ال 20 جنيه. بسم الله كده. بصوا يا جماعه، انا حطيت الملح بتاعها ودول البهارات اهي زي ما انتم شايفين. كمون على بابريكا على شويه ملح. تمام. وهقول دول ايه، اقلبهم كده. لما اطلع معانا قطعه الطماطم ده عصير الطماطم اللي نزل صح؟ اللي نزل طبعا. امسك دول كده. بيتحط لها مية؟
بتحط لها حوالي نص كوبايه ميه او كوبايه ميه من تحت، عشان لما تخش على عشان ما عشان تتحرقش البطاطس بس. تتسوى معاها. صح كده؟ ايوه كوبايه ميه بتتحط عليها. ايوه. اكله هو ده شعبيه نص معروفه في كيلو. اسكندريه. تمام. اللي معهوش يجيب سردين يجيب البسارية قدامه بقى. هنتكلم عن ايه؟ ماشي. واضيف عليها اللي انا قلت عليه. طبعا انا عاطي البسارية زيت. تمام. هرش عليها زيت قبل ما ارصها. هي اللي عايزها حامية ممكن يقطع قرن فلفل معاها. ثواني كده. الله ينور عليك. نقطة الخل اهم على الوش. مش هفضل اجيب في الكوبايه واحط. خلي زي ما انت كده، دي واحده برضه معايا. ماشي. ما تقوليش ازازه الزيت خلصت. يا دوبك نقطتين. طبعا انا لو هنقليها ولا حاجه هتاكل معايا نص ازازه زيت، انما كده لا. وما بحبش احط نص الليمونه واقطع الليمونه عليها عشان ما تمررش مني. بس هدخلها شكلها الفرن، حلو. وبعد ما ادخلها الفرن برضه خليكوا ثواني معايا. خليك زي ما انت. ادي الميه اهي، نص كوبايه ميه من على الحرف هنا. من على الحرف عشان ما تاخدش التوابل معاها. ايوه. بص من على الجنب ازاي. ليه بقى احنا قلنا؟ عشان البطاطس تستوي، تلاقي حاجه تستوي عليها. تمام كده. هدخلها الفرن، وبعد ما احس ان البطاطس استوت وتمام، اللي عايز يحطها على البوتاجاز من فوق يحطها عادي، وبعد كده يدخلها في الفرن من فوق مثلا. ممكن تسويها على البوتاجاز من فوق. اه وبعدين بتدخلها الشوايه تمام. تحمر. اديها شويه ملح صوت. اجمل الاكلات واحلى في السور كمان بعد ما تخلص. السلام عليكم. رجعنا تاني بعد ما طلعناها من الفرن، وزي ما انتم شايفين اهي. على فكره هي سخنه بس اهي قدامكم اهي. اتفضلوا معانا ان شاء الله. شكلها حلو وألف هنا وريحتها وشفا. احلى وجميله بجد. وحاجه بسيطه جدا اهي. ما بتاخدش وقت، والبطاطس استوت تحتيها. البطاطس شكلها زبده تحتيها. بس عايزين منكم بقى ان شاء الله ان انتم تدعمونا يعني في الحاجات البسيطه اللي احنا بنعملوها على قد ما حطوا لنا لايكات يا جماعه كده واشتركوا معانا صينيه في اهي. القناه. وعلى فكره اللي انا عايز اقوله برضو، لو السردينه كبيره شويه مفيش مانع ان انتوا ترصوها وتحطوا الاول تحت البطاطس، وبعد كده ترصوا عليها السردينه وتدوها البهارات بتاعتها والزيت بتاعها، وتحطوا عليها الطماطم من على الوش والخضره بتاعتها زي ما انتم شايفين. واللي يدخل القناه امانه عليكم وحياه ربنا لا تحطوا لنا اشتراك ولايك. اهي خليكم معايا كده. خليكم معايا اهي اهي. طب ممكن اتفضلوا وكمان معانا. حط لايك وكمان اوعى تتفرجوا خلاص. حط لايك اهم حاجه اللايكات. تتفرجوا خلاص. يلا باي. باي.